هو انا اتجننت في عقلي عشان اغلط غلطة زي دي؟ في نوع من الغلطات ممكن الواحد يقعد يدفع ثمنها طول حياته، بس المشكلة الأكبر إنك بتقعد تقول بقى أنا أعمل كده، هو كان فين عقلي؟ وتلاقي ناس يمكن مش في نص ذكائك يستغربوك إزاي تقع الوقعة دي، ومن بعدها تحس إنك مصدوم من نفسك. الحقيقة إن الغلطات اللي من النوع ده دروس تخليك تفكر في دعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني يا رب ما تحوجنيش حتى لنفسي، احوجني ليك وبس، عشان لولاك يا رب أنا كنت هلكت. ولو ركزت شوية هتحس في ركوعك وانت بتقول سبحان ربي العظيم إن العقل الراكع ده مش عظيم ولا حاجة، مهما كان ذكي وفاهم وواعي هو برضه مش عظيم. وقتها هتعرف إنها مش بشطارتك أبدا، لكن بتوفيق ربنا وتدبيره. فأنا بقول الكلام ده عشان كل مرة تتوفق فيها لقرار صح اشكر ربك اللي وفقك، واوعى تفرح بدماغك وإنك دايما صح، عشان لو ربنا سابك لعقلك ده هتتخبط خبطات تدمرك. ودايما افتكر اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو عجبك الفيديو ابعته لصاحبك اللي بيتباهى دايما بنباهته وشطارته.